الزمالك بيكسب طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري، المعلق كان بيقول لك إن الزمالك هيكسب 5 أو 4، أحب أقول له يكسب 6 و7 ويوصل لل10 كمان طول ما كابتن عماد السيد واقف. ما شاء الله عليك يا كابتن عماد، أنت خدت رجل المباراة، أنت عملت اللي عليك وزيادة، المهمة تمت وبنجاح، نادي الزمالك مش هينسى لك اللي أنت عملته النهارده يا كابتن عماد، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. الواحد مش عارف يا أخي، يعني اللعيبة ديّة لمّا بتيجي قدّام الزمالك ليه بتعمل كده؟ كابتن عماد السيد، كابتن باسم مرسي، تعالَ اتفرّج كده على كابتن بامبو، كريم بامبو لمّا بييجي قدّام الأهلي ما شاء الله لازمًا يسمّي على النادي الأهلي بجون أو جونين، لازم، ما شاء الله ما بيطلعش من تحت إيده. ما علينا، ما شاء الله عليك يا كابتن عماد، أنت كده خدت رجل المباراة وخلاص. هتقول لي ده صَد ضربة جزاء ومش عارف إيه، هاقول لك هو صَد ضربة الجزاء بعد إيه؟ بعد الدنيا ما كده خلاص هو ضمن إن الزمالك كسب 2-0، وبعد كده لمّا لقى فتوح نزل قال لمّا يمَسّي عليه بجون كمان، ما ماشي. إنّما الجون الرابع عن نفسي أنا بصراحة الجون جميل أوي وعجبني جدًا، ما شاء الله عليك يا ابني استمر. جدو فيريرا ما شاء الله عليه يعني قلبه قاعد. أنت عارف يعني إيه لمّا يلعب من غير مهاجم؟ أنت عارف يعني إيه الشوط الأولاني أصلًا تبُص كده تحس إن الزمالك بتلعب، يعني مش عارف بتلعب حنكش، بتلعب ترونجيلة، ما تعرفش هم بيلعبوا إيه بصراحة الشوط الأولاني. الشوط التاني هم كانوا بيلعبوا على الهجمات المرتدة. زيزو رقم 1 في الزمالك، زيزو. الراجل ده يا جماعة أقسم بالله هو اللي عامل الصح مع الزمالك. فيريرا أنا بيتهيأ لي هو رقم 1، الراجل ده معتمد عليه فقط لا غير. هو بُص يعني، وبعد كده مين؟ هو إمام عاشور. برضه مش يعني مش اللي هو يعني بالنسبة لي أنا بصراحة هو زيزو، إمام عاشور، ونيمار، دول أكتر 3 لعيبة بالنسبة لي يعني ملمّعين لدرجة فوق ما تتخيل، وهُم اللي شايلين نادي الزمالك بصراحة، وهُم أصلًا اللي عاملين الصح مع فيريرا. إنما لو في أي مدرب تاني والتشكيلة اللي هو بيلعب بيها دي، وأحب كمان أحييه إن هو الشوط التاني بيروح منزّل كمان كام لاعب كده أهو من الشباب الصغيرين، وطبعًا الفرقة التانية بتبقى خلاص أُجهدت من إن هُم عمّالين يجروا، اللعيبة بتنزل ما شاء الله تخلّص لك الماتش زي أسامة نبيه وزي ابن فاروق جعفر، فما شاء الله عليه يعني هو عنده الحتّة دي برنس بصراحة فيها. أنت قلبك قاعد يا جدو. إنما أحب أقول بقى، فطبعًا جدو فيريرا ما كانش قلقان خالص من الماتش لإن كابتن عماد واقف، فهو كده عارف إن هو كان هيكسب، فهو كده مش قلقان. إنما طبعًا هو كان حاطط أمل كبير طبعًا إن كابتن زيزو يروح بواحدة أو 2، ما شاء الله معتمد على سرعته ما شاء الله، الله أكبر عليه، أو كابتن إمام عاشور يشوط له واحدة أو التانية يخلّص بيهم الماتش. فهو ده فعلًا اللي حصل وخلّص الماتش. وركّز كده على مباريات الزمالك هتلاقي هو كابتن فيريرا هو الأيام ديّة مركّز على كده، زيزو يروح يخلّص له الماتش أو كابتن إمام يشوط له واحدة أو التانية وخلص الماتش على كده. إنما كورة ما فيش، إنما لعب وخُد وهات ما فيش، رفعات ما فيش، فهو مركّز على كده، فما شاء الله عليك استمر. بس هل أنت هتفضل الحل ده والتكتيك اللي أنت بتعمله دوّة ماشي عليه على طول؟ ده اللي هنشوفه الفترة الجاية. مبروك لنادي الزمالك، مبروك لكابتن عماد، هارد لك لمحمد يوسف وطلائع الجيش. واحب اقول ومبروك لنادي الزمالك، رجعت للمركز المفضل ليك، المركز التاني طبعا دوت مكانك المعتاد عليه. اشوفكم دايما على خير واشوفكم الفترة الجاية بإذن الله. سلام.